أهلا بيكم في قناتي عالم السعادة. قصتنا النهاردة عن الفيل والحبل. يحكى إن رجل مر بمخيم للفيلة، ولفت نظره إن الفيلة مش محجوزة في أقفاص أو مربوطة بالسلاسل الحديدية الضخمة، لكن الأمر الوحيد اللي بيمنعها من الحركة هو حبل صغير مربوط في إحدى أقدامها. اتعجب الراجل جدا للأمر ده، واتسائل في نفسه ايه السبب اللي بيمنع الفيلة دي انها تستخدم كل قوتها في انها تخلص نفسها من الحبل الصغير ده وتهرب من المخيم. كان من السهل عليها حتى انها تحاول. ده دفعه فضوله ان يسأل احد القائمين على المخيم عن حقيقة الامر، فجاوبه وقال له ان الفيلة دي لما كانت صغيرة جدا في السن كنا بنربطها مستخدمين الحبل اللي انت شايفه ده، وكان في عمرها ده مناسب جدا انه يمنعها من الهروب. ومع مرور الوقت وان الفيلة دي كبرت، بقت معتقدة انها لسه عاجزة عن التحرر من الحبل، ونتيجة لده فانها حتى ما بتحاولش انها تخلص نفسها وتهرب. السبب الوحيد اللي بيحول بين الفيلة في المخيم وبين حريتها هو اعتقادها الكاذب اللي بنته مع مرور السنين بان الهروب ده شيء مستحيل. العبرة المستفادة ايه بقى من قصتنا النهاردة؟ ان مهما حاول العالم ان يثنيك عن احلامك، حافظ دايما على ايمانك بان ما تريده قابل للتحقيق. الايمان بامكانية النجاح هو الخطوة الاهم في تحقيق النجاح على ارض الواقع، فما تقللش ابدا من اهميته. وبكده تبقى انتهت قصتنا النهاردة. لو عجبتك لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في قصة جديدة. مع السلامة في عالم السعادة.